السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا شوية أخبار عن نادي الزمالك ونادي الأهلي، وأول خبر معانا عن نادي الزمالك وقصة مليكا لوبيسكا اللي هتهدد بتصعيد ضد الزمالك وتكشف تفاصيل الأزمة الأخيرة بشأن مستحقاتها المالية لدى إدارة النادي الأبيض. تحدثت مليكا لوبيسكا محترفة فريق كرة الطائرة السابقة بنادي الزمالك عن الأزمة الأخيرة بشأن مستحقاتها المالية لدى إدارة النادي الزمالك. وكشفت مليكا لوبيسكا عن نيتها تصعيد الأمر إلى تقديم شكوى رسمية ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتحدثت اللاعبة البرازيلية من خلال تصريحاتها الصحفية أن مسؤولي الزمالك مديونون لها، ولكنهم يتصرفون كما لو أنهم سددوا كل شيء من فعل، حيث تحدثت أنها لم تحصل على راتب شهر مايو، ولكن أيضا أزمات مع النادي بسبب مكافآت لم يدفعوها ومشاكل في السكن لم يدفعوها. وأكدت أنها تسعى حاليا للحصول على راتب شهر مايو. إدارة الزمالك وعدت ولكنها لم تدفع ويتجاهلون الرسائل. وتابعت أنها تنوي التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي ضد الزمالك بسبب تلك الأمور المتأخرة. معانا خبر عن نادي الأهلي يعاند أحمد عبد القادر خوفا من الانتقال للزمالك. الأهلي يخشى من فكرة تعاقد أحمد عبد القادر مع الزمالك لما يمثله من قوة هجومية للفريق الأبيض. لا يزال النادي الأهلي متمسكا بعدم منح اللاعب أحمد عبد القادر الاستغناء النهائي للرحيل عن صفوف الفريق، ويرغب الأهلي في تجديد عقد اللاعب ثم إعارته من جديد، وهو ما يرفضه اللاعب، ويرغب في الحصول على الاستغناء النهائي خاصة في ظل ابتعاده عن الحسابات الفنية. وعن الاستغناء النهائي خاصة في ظل الابتعاد عن الحسابات الفنية، الأهلي يخشى من فكرة تعاقد أحمد عبد القادر مع الزمالك لما يمثله من قوة هجومية للفريق الأبيض. اللاعب مصمم على خيارين لا ثالث لهم: الاستمرار في قائمة الفريق أو الانتقال بشكل دائم لأي نادي آخر، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي لا يتبقى في عقده سوى عام واحد فقط. معنا خبر عن النادي الأهلي برضو. 6 تم حسمهم و4 في الطريق خارطة صفقات الموسم الجديد للنادي الأهلي. يكثف المسؤول النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، وبالتحديد في كافة مراكز قبل بداية موسم 2025-2026 مرتقب. ونجح النادي الأهلي في حسم 6 صفقات قبل بداية موسم كأس العالم للأندية. وجاءت صفقات الأهلي الجديدة التالية: أحمد سيد زيزو قادما من صفوف نادي الزمالك في صفقة انتقال حر، ووقع جناح منتخب مصر على عقد يمتد 4 أعوام قادمة. أما اللاعب الثاني هو محمد سيحة قادما من صفوف فريق المقاولون العرب مقابل 20 مليون جنيه مصري بعقد يمتد 4 مواسم، اللي هو حارس المرمى. أما اللاعب الثاني التونسي محمد علي بن رمضان قادما من صفوف فريق فرانك فورويزي المجري مقابل 1,800,000 دولار لمدة 4 سنوات. أما اللاعب الرابع محمود حسن تريزيجيه قادما من صفوف فريق رابزون سبورت التركي ب1,600,000 يورو لمدة 5 أعوام. أما اللاعب الخامس مصطفى العش قادما من صفوف نادي زد اف سي مقابل 60 مليون جنيه مصري بعقد يمتد ل4 مواسم مقبلة. أما اللاعب السادس أحمد بيكهام قادما من صفوف فريق سيراميكا كليوباترا مقابل 10 مليون جنيه مصري لمدة موسم على سبيل الإعارة. بينما يقترب النادي الأهلي من حسم 4 صفقات جديدة قبل بداية الموسم الكروي المنتظر 2025-26. وطبعا محمد شريف الثاني مضى على 4 سنين مع نادي الأهلي بالسنة ب10 مليون جنيه. كما أكد اقتراب نادي الأهلي من ضم النجم محمد شكري الظهير الأيسر للفريق سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى اللاعب أحمد هاني من صفوف سيراميكا كليوباترا. وأضاف أن النادي الأهلي يقترب أيضا من حسم صفقة ياسين مرعي مدافع فريق فاركو خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ما تنساش الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليوصل لك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.